الله يعينكم الشباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه عندنا برشا فهمتي اخبار وبرشا خنار وبرشا فضايح. قبل ما نبدا الفيديو يا الاولاد ردوا بالكم، الفيديو فيه شويه كلام زايد. كان قاعد مع داركم، كان قاعد مع اخوك مع ابوك، حط كوتور في وذنيك. كان خويا ما يساعدكش الكلام الزايد، اخرج من تو من الفيديو باش تكونوا واضحين. بعد ما تجينيش في التعليقات شبيك تقول في كلام الزايد وكذا. نعرف اللي هو عيب وكل شيء، اما احنا توا في سيتواسيون تعرف شنو هي تاريخيه، تعرف شنو تاريخيه من الحاجات السلبيه. باه ما عليناش. هاي سيدي نبداو بالطبيعه بالحاشيه الاولى. حقيقه مغادره رونار معسكر منتخب تونس نحو المطار. طلعت بالطبيعه اشاعه، قال شنو فهمتي عمكم رونار بعد ماتش اليابان هز لقاته ما لقاته وروح. الحكايه ذي خلينا نشوفوا حقيقتها، ترى خلينا نشوفوا صحيفه وين شنو قالت. يا سيدي ودع المنتخب تونس رسميا منافسات المونديال. باه متفاهمين فيها، متفاهمين سكور 5-1 4 شيء بابا حليلي باه. غير أن مصادر خاصة أكدت لوين أن هذه الأخبار غير صحيحة فوالا، وأن رونار لم يغادر معسكر المنتخب التونسي وما زال موجودا بشكل طبيعي ما بعثت في السقرطاج استعداد للمواجهة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي اللي باش يعمل لنا الأحة. المنتخب الهولندي باش يعمل لنا الأحة على خاطر هو الهدف نتاعو ماهوش باش يربحنا. لا 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 لا, لا. ردوا بالكم لا. الهولندي قال لكم يا بالذي لا اله الا هو ما نخرج من منتخب تونس كان سكور 6 شيء وفما فوق كاو. باه نشوف الخبر اللي بعده والحاشيه اللي بعدها بليتو. باه رونار يؤكد على تحمل مسؤولياته الكامله بعد الخساره امام اليابان. واختتم رونار حديثه بتحمل مسؤوليه كامله، مؤكدا ان المنتخب يعاني من مشاكل واضحه على المستوى الدفاعي وفي الانسجام الجماعي، وهي امور تتطلب العمل عليها خلال المرحله المقبله. باه وشكون ياخذ؟ ترى خلينا نشوفوا رونار باش يقعد في المنتخب ولا باش يخرج؟ شنو هي الحكايه بالضبط؟ ترى اكد مصدر من الاتحاد التونسي لكره القدم ان المدرب الفرنسي لن يواصل مهمته مع نسور قرطاج صفاء هكا بعد نهايه مشاركه المنتخب في المونديال، وذلك عقب الاخفاق في تحقيق اي رد فعل ايجابي خلال البطوله. اهو قال لكم بعد ماتش هولندا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي، ما عادش ندور بيكم جبله، وانا هو الكبول اللي جيت رانيتكم زوز قبلت معناها نلعب زوز ماتشات هذوم. باه نشوفوا فهمتي الخبر اللي بعده. هيرفي رونار قال لك نكمل المونديال ونمشي على روحي هكا هو، هذيك هي. باه نشوف الخبر اللي بعده. ايوا عصام الشوالي المسخره متواصله. مدحت شلبي عرفتوه المعلق هذا؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض هذاك. قال لك انا عارف ان المعلق ملوش علاقه بالمنتخبات ولا ادائها، لكن ملاحظ ان عصام الشوالي مع المنتخبات العربيه علق لتونس على مباراتين اتغلبت فيهم 4 و5، وعلق العراق خسرت 4 والسعوديه خسرت 4. انا مش قصدي حاجه بس من باب تغيير العتبه، بلاش احنا يا كابتن عصام. اش قولكم انتم؟ شفتوا كيفاش معناها المنتخب الوطني التونسي زاد كرر على عصام الشوالي. خويا عصام الشوالي وقت اللي زاد انا نتفرج فيك راهو ياسر قاعد توتر في الاعصاب. انا واحد من الناس توتر لي اعصابي. صحيح انت احسن معلق واقوى معلق عربي في الوطن العربي واحسن معلق في بين سبور، هذا كل متفاهمين فيه. خويا كي تعلق على تونس راك ياسر 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 تنبر، مش تنبر صحيح كلامك كله صحيح والله العظيم. الكلام اللي قلته على المنتخب اثناء التعليق كله صحيح متفاهمين. اما خويا راعينا زاد مشاعرنا احنا، راهو كي نتفرجوا في الماتش حتى من غير معلق احنا ديجا فهمتني حالتنا حليله. فما شكون اللي عمل لك اري كاردياك ابو قلب في بالكم في كوب دافريك نتاعنا وقت اللي هزيناه فما شكون عمل اري كاردياك من كثره الغصره وكل شيء. حاسين ما عليناش راعينا شعورنا زاد احنا شويه. انت زاد كي تنبر كيك ما تزيد تشعل فينا النار. يا احنا كي نبداو نتفرجوا ونسمع فيك انت كيفاش تعاتب في المنتخب الوطني التونسي تزيد تشعل فينا النار، راك تزيد تحرقنا. نقص شويه الله يرحم والديك، نقص كي انت عارفها فهمتي مهروده والدنيا كل نقص شويه خويا من التنبير على خاطر ما عادش نجموا. انت خويا تتحمل خدمتك هذيك تنجم تتحمل، احنا ما نجموش نتحملوا. شوف المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فيك راهو ما يجيش، راهو مش معقول. نقص شويه خويا من التنبير، نقص علق عباره على ما نعرفش انا منتخب اخر قاعد يلعب، ما عندكش الحق تنبر على المنتخبات الاخرى، عندك الحق كان تنبر على المنتخب التونسي على خاطرك تونسي. هذا كل متفاهمين فيه. او خويا راعينا شعورنا زاد احنا. راهو كي تقول انت كلمه تبدا تعاتب في المنتخب راهو نحسوا الاحساس نتاعنا يتضرب فوا 5 فوا 10. حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي هيرفي رونار بعد الخسارة قال لك يا سيدي حاولنا لكن ذلك لم يكن كافيا، لم نتمكن من فرض اسلوبنا. وايش من اسلوب؟ واش من يا ولدي يا جماعه عاملين بالعاني وانت تقول لي ايش من اسلوب؟ اللي حتى انت ما خص عقلي يا ولدي. يا جماعه عاملين بالعاني يحبوا يخسرونا. فما فئه فما 3 ملاعبيه 3 ولا 4 ملاعبيه يحبوا يخسرونا بالسيف بسكور كاو.
نشوفوا الحشوه اللي بعدها. اتفرجوا مهدي بن عبيد القائمه اللي مشات لكاس العالم ما عملهاش صبري لموشي. اتبجاه ربي تفرجوا في الفيديو هذايا، تفرجوا في الحشاوي. الموسى كونكريت هاي سيدي انه الفيدراسيون هي اللي تعمل لسه، عملتها قبل اللي عملها وديع وتتعمل تو. شكون عملها الليسته؟ الليسته المعلق حشاها له، سالوا قالوا شكون عملها الليسته، والاخر فهمتي خايف على روحه بالطبيعه ما يحبش يتهم على خاطر ما عندوش فهمتي اثبات. هذه مشات المونتيري ومشات المكسيك ومشات الولايات المتحده، شكون عملها؟ عندك دليل؟ عملها صبري لموشي. عندك دليل؟ صبري انت مقتنع اللي عملها صبري لموشي؟ عملها حسين جنيح مالها؟ كيزر فيه والاخر فهمتي زاد يحب يطيحوا على راسه، كل واحد فهمتي يرمي كره لصاحبه، فماشي ما تطلع منه تصريح يقول انه حسين جنيح هو اللي عمل تشكيله المنتخب الوطني التونسي. يا سيدي تعرفوش كيفاه اركحوا ريضو هنا كنت وياه، هات نقولها انا يا لولاد. قناه كوره مدوره قالت لكم تشكيله قائمه المنتخب الوطني التونسي اللي مشات لكاس العالم راهو ما عملهاش صبري لموشي اللي هو الناخب الوطني، لا عملها حسين جنيح. علاش؟ باش يرضي فلان وفلتان ورؤساء الجمعيات اللي هما انتخبوه باش يجي يكون هو على راس قائمه على راس الجامعه التونسيه لكره القدم. فهمنا؟ هكا هو اتفرج. بيان سير عملوها الاطراف المؤثره في الجامعه. لا شبيك ولا خاطرك محب للنجم الساحلي ما تحبش تجبد حسين جنيح؟ هذاك عطاها له بين عينيه. عملها حسين جنيح وعملها. اسمعني انا دخلت معاك اليوم وما عادش ندخل معاك، انا ما خاف الا من ربي. ايه ما فماش شكون اسمعني يمنعني باش نعبر على رايي، لا انت ولا غيرك. هكا هو. برافو لمحمد علي بوزقر مقدم برنامج الحد الرياضي على كلامه الشجاع والجريء. الى حد الان لا يوجد اي قرار باستقاله المكتب الجامعي. اخويا مصح جعوبهم التو قداش تو عندنا تو 22 جوان، تو 11 بتاع الصباح بتوقيت الامارات، معناها 8 9 10 ايوه 8 بتاع الصباح. مازال ما فما حتى قرار انه باش يستقيلوا، التو ما فما حتى شيء. مصح جعوبهم مصح الرقعه نتاعهم. نشوف الخبر اللي بعده. يعقد المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم منذ ساعات اجتماعا تشاوريا للنظر في الأوضاع الحالية لكرة القدم التونسية، مناقشة جملة من الملفات المطروحة على الساحة الرياضية. ووفق المعطيات المتوفرة لم يصدر لحد الآن أي قرار رسمي بخصوص استقالة المكتب الجامعي. أقسم بالله العظيم لما تخرجوا على البكرة أبيكم كلكم على بعضكم تستقيلوا استقالة جماعية. حتى كبور نحب الراه فهمتي في الجامعة كلكم تخرجوا على بو على اخوه، كلكم تخرجوا يزي فيها البرك، يزي عملتوا العارة. وين ماشيين يا معلم؟ وين تحب وين تحب تمشي؟ وين ماشيين؟ هذه تصنيف تاع تونس راهو تو 60 مرتبة 60 في كأس افريقيا باش ندخلوا في التصنيف الثالث. يهديكم ربي اخرجوا يرحم والديكم، اخرجوا اكملوا يا زياد الجزيري. انت اكثر واحد فاهم باللعبه بالكدا اخرج الله يرحم والديك. استقيلوا يزي كفايه يزي فيها البركه. هنشوف الخبر اللي بعده. اذا ما فماش رجال في الدوله تحسم الموقف نضمن لكم تونس ما عادش تشم ريحه المونديال 2030. الوقت ضيق والفساد نخر الكوره، المطالب واضحه وما فيهاش تراجع. يا سيدي بورجلي في الصفحه ذي، بورجلي يعطيهم الصحه، والله عجبتني الصفحه ذي بالرسمي. كان تحبوا تتبعوا وتحبوا مصلحه المنتخب الوطني التونسي تبعوا الصفحه ذي JT Sport هذه، تبعوها وتشوف. تطهير شامل إقالة المكتب الجامعي بالكامل، هذيك ما فيهاش كلام، وإحالتهم فورا للتحقيق. ما لوينك والحساب لازم يكون عسير. اسكات المهازل، غلق المنابر الإعلامية اللي قاعدة تبيض في فساد وتلمع في صورة الوجوه الفاشلة. خريطة طريق جديدة، تعيين مجلس للنهوض بالرياضة يضم كفاءاتنا التونسية في أوروبا اللي نجحوا لبرا ويعرفوا معنى الاحتراف، مش اللي يخلصوا في الشهرية وقاعدين يتفرجوا. هيكلة المنتخب، تكوين لجنة منتخبات حقيقية مش دكاكين لخدمة مصالح أطراف معينة. الكرة تو في ملعب المسؤولين، يا تبنيوا على أسس صحيحة وتتخلصوا من الخمج، يا باش نقعدوا نتفرجوا في الأمم تتقدم ونحن نزيدوا نغرقوا في العار. نشوف الخبر اللي بعده. نحي المسؤولين نحي المدربين على جنب، حتى انتم غير جديرين بتقمص زي المنتخب. صفر احساس صفر مسؤوليه. هاني قلت لكم تو زيد راهو ما عادش تقيموهم اللاعبيه، افهموا ما عادش تقيموهم، ما فيهم ما يتقيم. راهو هاني قلت لكم راهو عاملينها بالعاني، مش خاطرين هما يحبوا هما نجموا يربحوا، ما هم ما حبوش يربحوا، لا هما خاسرين. اما تفرق الخساره، راهي الخساره تفرق. راهو المباراة فيها قداش؟ فيها 5 نتائج، فيها النتيجة اللي احنا نربحوا بسكور عريض. فما نوع متاع نتيجة اللي نربحوا نورمال 1 شيء 2 شيء، فما نتيجة التعادل، فما الخسارة هي مقبولة 1 شيء 2 شيء، وفما الخسارة اللي بسكور 5 نتائج.
احنا خويا اولها احسن وحده اللي هي نربحوا احنا بسكور باهي، واخرتها اخي ما فما اخي بصير في كرة القدم التونسية انك تخسر بسكور. احنا خويا خسرنا بسكور، وفما اللي بعدها سادسه. تعرفوا شنو هي سادسه؟ وقت اللي تخسر بسكور الماتش الاول وتزيد تعاود تخسر بسكور الماتش الثاني وتزيد تعاود تخسر سكور الماتش الثالث، وهاي هولندا باش نزيدوا نعاودوا نخسروا بسكور الماتش الرابع. باب هذه برجوليه، هذه معلم هذه عمرها ما صارت في المنتخبات الكل نتاع العالم الكل. اللي صار لتونس عمره ما صار لحتى منتخب في العالم في تاريخ كرة القدم. كان عندكم بجاهرة ادخلوا شات جي بي تي، ادخلوا مانيش عارف انا لو جولي على منتخب صارت معاه كيما صار لنا نحن 3 ماتشات. هاو هولندا لا تقول لي سبق الخير سبق الشر، هاني باش سبق الشر. ماتش هولندا زاد باش ناكلوا 5-6. اكتبوا لي انتم في التعليقات فما منتخب في العالم في تاريخ كرة القدم باللي تأسس شكون خلق الكرة، شكون صنع الكرة؟ الانجليز مو طلعت الكرة في انجلترا. ملي طلعت الكرة حتى 2026 فما منتخب عمل الحاجات اللي عملهم المنتخب التونسي؟ اكتبوا لي انتم في التعليقات. كاو برا باش يدخلوا شات جي بي تي لو جو جوجل صرفوا. يا سيدي شوفوا الخبر اللي بعده. بسبب خلافات مع حسين جنيح الذي حاول التدخل في عمله طيلة الأسبوع، رينار أعلن بالجمعة يوم أمس أنه لن هذه ظاهرة حشية، هذه ظاهرة إشاعة كذبة ذي. شنو تو؟ حسين جنيح باش يجي يحكي مع السيد هذا؟ مستحيل، لا مستحيل، ما ينجمش ينجم يحكي مع سامي طرابلسي، جلال القادري، نصدق البوهالي، البهيم، صبري اللموشي، فهمتي؟ هذاكم ياكل معاهم الخبز، اما السيد هذا ما ينجمش ياكل معاه الخبز. مسؤول برتبة باندي يمنع ويهدد حنبال المجري بعد مباراة الادلاء بتصريح خايف من كشف الفساد. اخويا حنبال تو يخراولك فيه، اسمع كلام خوك، تو يخراولك فيه طول وعرض. اطلع اتكلم، ابعثهم ينايكو، اطلع اتكلم ميسالش ما عندهم ما يعملوا لك. انت احسن جوار وانت اغلى جوار في القيمه من ناحيه القيمه التسويقيه، ما فما حتى واحد نجم ينحي لك بلاصتك وراهم باش يطردوا. اطلع اتكلم وتو يخراولك فيه. كاهو نشوفوا الخبر اللي بعده. ربحنا 10 مليون دولار وخسرنا الرونديلا. عرفتوها الرونديلا؟ خسرناها هذيك الرونديلا مقابل قداش؟ 10 مليون دولار. كيما العاهرة فهمتي، حاشاكم حاشا ما يتصند، فهمتي؟ البنيه اللي ماهيش عاقله تبيع شرفها. كيفاش تبيع شرفها؟ مقابل الفلوس ولا مقابل الخدمه ولا مقابل اي حاجه، فهمتني؟ تستحقها. احنا بالطبيعه نستحقوا الفلوس. المنتخب الوطني التونسي فهمتي باع الرونديلا، فهمتني؟ راني نقول فيها اقسم بالله العظيم الغصه لهنا راهو باهي. ما تقولش بيه هذا يتشمت وش بيه كذا وكل شيء وش بيه يحكي هكا، والله العظيم الغصه لهنا يا الولاد. خير ما نحبش فهمتني خاطر كانت تتفرجوا فيا فما ماتش فما فيديو هبطته قاعد نحكي ورا الميكرو، بالطبيعه مانيش قاعد نصور في روحي وعينيا مزغلغه هكا شويه بدموع، غير انتم ما بكونش فايقين بيا. كاو نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي بنهاية المونديال المنتخب الوطني التونسي سيتقهقر لمركز تاريخي يتجاوز 60 عالميا بتصنيف الفيفا. تراجع تسبب فيه المكتب الجامعي الحالي بحلوله ترقيعية واختياراته الفاشلة. شفتوا العاقبة وين؟ العاقبة بتاع الفساد. وقت اللي واحد كان يواصل في الفساد شنو هي العاقبة؟ هاك شفتوها العاقبة. نشوفوا الخبر اللي بعده. عصام الشوالي خلال تعليقه على مباراة تونس واليابان قال لك سيدي ربحنا 10 مليون دولار وخسرنا فهمتني شرف كرة القدم التونسية. هاك باش ما نقولش كلمة أخرى. ونجيبوا طبيعة الخبر. مصر كيف زادة. اغزم مصر شنو عملت. شوف المنتخبات العربية شنو عملت. بتاع فما شكون اللي كلا طزينة، فما شكون فهمتي كلا خسر معناها عادي، فما شكون اللي لعب فهمتي بجد ورب، فهمتي؟ فما برشا منتخبات اضعف منا وقدموا اداء باهي، منتخبات اضعف منا وتعادلوا مع بلجيكا اللي هي اعطتنا 5 شيء. شيء هاني قلت لكم شيء يحزن وشيء يبكي، وراني قاعد نحكي وعينيا مزغلغه بالدموع، غير انتم ما بكونش فايقين بيا. وكاهو نجيبوا تبع الخبر الاخير. يا سيدي جئت من اجل المونديال ولا اريد الحديث عن المستقبل حاليا. على حكايه فهمتي باش يقعد معنا ولا ما يقعدش. السيد فهمتي عنده 2 ماتشات ابارامون باش يكملهم وشكر الله سعيه وباش يهز روحه ويروح، خاطر ما فينا ما يتصلح، خاطر كان جاي هو عنده هكا ربع شك هكا 1% انه المنتخب ينجم يتصلح، راهو قعد فهمتني ويقعد حتىش الكوب دافريك ويعمل تيتر في كوب دافريك يوصل بينا على الادوار المتقدمه. اما السيد هذا عرفها من الاول اللي ما فيها ما يتفصل. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة. بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله خويا تصلح. واسمعوني تعرفوش عليها يا الولاد شنو باش يصير من بعد، الله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.